السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا، وعارفه ان انا النهارده جايه اقول لكم كام حاجه كده كتير بيسالنا عليها وكتير سالنا عليها، وانا حاولت اعرفها لكم. قبل اي حاجه ما ننساش ندعي لنفسنا كلنا ان ربنا يوفقنا ونطلع مقبولين وخاطر ان شاء الله في النتيجه. تاني حاجه بقى انا جايه اتكلم معاكم فيها، بس قبل اي حاجه زي ما اتعودنا كل مره ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب قناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وعلشان الاخبار الجايه هتبقى حلوه وهتعجبكم وهتستفيدوا منها كتير الفتره الجايه، خصوصا انتم. يعني انا مش هقول 2024 بقى، بتوع 2023 لسه مكملين مع بعض اسبوعين بالظبط، وان شاء الله النتيجه بتاعتكم هتظهر. كل واحد هيروح الكليه اللي نفسه فيها، وهنتقابل في اماكن تانية باذن الله. يلا نبدا نشوف هنعمل ايه. انا النهارده باختصار جاي اتكلم معاكم عن نتيجة والتنسيق وايه اللي اتصحح وايه اللي ما اتصححش، بس اللي اتصحح واللي ما اتصححش هينزل لكم على كام فيديو. يعني هنحاول نخلي الايام زي ما انتم امتحنتوها هتنزل بعدد فيديوهات، بس هنشوف بقى نتيجة التنسيق وهل هتبقى لصالحكم ولا مش لصالحكم. وناس كتيرة هتفرح بالاخبار دي لان في حاجات كتيرة حلوة مكانتش موجودة للدفعة بتاعت السنة اللي فاتت ولا الدفعة اللي قبلها. طب ايه بقى الاخبار الحلوة؟ شوقتينا. بصوا، الاول هنشوف كام حاجه عشان تعرفوا ان انتوا مش انتوا بس اللي بتذاكروا. عارفه ان الكلام هيبان بالمتشقلب بس مش مشكله. كنت بشوف لكم بقى النتيجه، بشوف لكم هتقدروا ايه اللي حصل. بحاول ان انا اشوف ناس كانت بتصحح فعليا علشان اقدر اجيب لكم منها معلومات صح تقدروا ان انتوا تعتمدوا عليها. وصلنا ان تصحيح اللغه العربيه نسبه النجاح فيها 90%. طب 90% ده هل قليل؟ 90% مثلا؟ لا بالعكس خالص، ده معنى كده كل اللي دخل نجح. ازاي؟ يعني ممكن يكونوا في ال10% دول اللي مكتبش خالص، خلاف كده كل اللي دخل نجح. يعني معنى كده ان هيبقى الدور التاني في اللغة العربية قليل، هيبقى قليل جدا، هيبقى موجود او مقتصر على اعداد معينة، خلاف بقى اللي كان مأجل الدور التاني. طب حلو، عرفنا نسبة نجاح اللغة العربية. طب تعالوا كده نشوف نسبة نجاح اللغة الأجنبية التانية زي ما انتوا كنتوا ممتحنين بالترتيب بالظبط. نسبة النجاح بتاعت الفرنساوي بقى أو الإيطالي أو الألماني أيا كان اللغة التانية بتاعتك فوق 90%، معدية 91. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان نسبة النجاح اللغة التانية عالية جدا، ودي حاجة كويسة. طب التنسيق كده هيكون عالي؟ لا استنى معايا عشان انا جاية اقول لك حاجة تانية. اللغة العربية نسبة اللي معدي فوق 95% للأسف قليل جدا. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده اللي ناقص درجتين 3 دول قليلين، لكن خلاف كده فهم كله ناجح. طب هل ده هيزعلنا؟ لا، ده لصالحكم وجدا، لان كده هيقلل التنسيق خالص. طب كام بقى اللي جاب حوالي فوق 95%؟ اللي جاب فوق 95% في اللغة العربية بتاع ما يقارب من 1.5%، وده عدد قليل جدا لان دخل امتحن 765 طالب، 761 طالب، 761 ألف طالب عشان نكون دقيقين. طب اللي جاب فوق 95% 11,000 وحاجة بسيطة، فده عدد قليل جدا. من 761 ل11,000 ده ما يقارب من 1% بس. طب تعالوا بسرعة كده، ما تقلقوش وما تتوتروش، لان على النقيض اللغة الأجنبية التانية اللي هي الفرنساوي وكده نسبة النجاح فيها اللي فوق 95% برضو معدية ل20%. فمعنى كده ان عدد كبير جدا فوق مثلا 167,000 جايب اكتر من 95%، يعني ناقص درجة 2 3 مقفل المادة. في اعداد كبيرة جدا مقفلين المادة، فدي حاجة كويسة. طب هل ده هيقلل من التنسيق او هيغيره؟ لا. ايه اللي هنستفيده من الكلام ده؟ هل التنسيق هيبقى طاير؟ لا خالص، التنسيق هيكون قليل، ودي حاجة كويسة ولصالحكم، يعني ما تخافوش خالص. طب تعالوا بقى انا هقول لكم مؤشرات ماشي التنسيق يعني ممكن تكون في حدود كام، بس مش هنقدر نكون دقيقين خالص غير لما الاحياء والكيمياء والرياضة ومواد الادبي كل ده يظهر. لكن كتوقعات وكبداية المرحلة الاولى هتبدأ علم علوم هتبدأ من 88%، دي حاجة حلوة. علم رياضة هتبدأ من 81%، دي حاجة كويسة جدا. الأدبي من 65%، ودي حاجة حلوة. يعني
انتوا كمستوى كامتحانات، الامتحانات ما كانتش صعبه للدرجه زي السنين اللي فاتت. كتنسيق لا مش هيكون طاير، بالعكس التنسيق هيكون قليل، ودي فرصه ليكم ان انتوا تدخلوا الكليات اللي انتوا نفسكم فيها. نيجي بقى للمشكله التانية اللي كانت بتواجهكم كلكم واللي انتوا اصلا قلقانين منها لحد النهارده واغلبكم بيبعتولي بسببها، ورقه البابل شيت. ورقه البابل شيت بتاعتي انا كنت بحل وغلطت وعملت اكس ونسيت خالص ان السؤال مش هيتحسب. لا خالص، وصل من مصدر يعني مصدر كويس في التصحيح، قالك الورقه اللي بتطلع من الجهاز مش متصححه، بنرجع نعيدها وبنشوف ايه اللي غلط. لو الاجابه بتاعته صح فاحنا بنضطر ان احنا ناخدها، يعني مش بيعترضوا تماما على الاجابه. فمعنى كده ان دي حاجه لصالحكم. اللي كان قلقان، اللي ساب حاجه، اللي عمل اكتر من اجابه غلط واخد الاخيره صح، فكل ده ما تقلقوش منه. هما واقفين معاكم، واقفين جدا بيكم، واقفين لمصلحتكم كتير، يعني كل حاجه واقفه معاكم بجد، وكل حاجه مظبوطه، وان شاء الله ربنا يوفقكم وهتطلعوا منها مجبورين الخاطر اكيد باذن الله. ما ننساش بقى نعمل شير لكل اصحابنا علشان نطمنهم كلهم، علشان ما يكونش في حد قلقان لحد دلوقتي والاخبار حلوه. ما ننساش بقى كمان اللايك بسرعه علشان الفيديو يترفع لاكبر عدد كمان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.